مرحباً بكم. هنا ستارو مصر، أسترو مصر، قناة مش بتحكي عن الأبراج من زاوية التوقعات السطحية أو الصفات الجاهزة. إحنا هنا بنحاول نفهم الإنسان اللي ورا كل برج، بنحاول نوصل لعمق التجربة النفسية، للخوف المخبي، للقوة اللي اتبنت على ألم قديم. النهاردة هنتكلم عن برج الجدي، مش هنقول عنه إنه طموح وعملي وجاف، لأ، هنقول الحقيقة. هنحكي عن إنسان اتحمل أكتر من سنه بدري، إنسان قرر يدفن مشاعره علشان يبقى قوي، إنسان بنى قلعة حواليه مش علشان بارد لكن علشان خايف يتأذي تاني. خلونا ندخل بهدوء في عالم مش سهل فهمه لكنه يستاهل كل كلمة. خلينا نبدأ من البداية، من أول لحظة فهمي فيها الجدي إن الحياة مش هتديله حاجة مجاناً. برج الجدي والطفولة المسروقة. في حاجة غريبة بتحصل لمواليد الجدي وهم صغيرين، حاجة مش واضحة للناس اللي حواليهم لكن هي موجودة، هي الإحساس المبكر بالمسؤولية. الجدي بيكبر بسرعة جواه قبل ما يكبر براه، ممكن يكون عنده 8 سنين لكن عقله شايف الدنيا بعين حد عنده 30. الطفل الجدي مش بيلعب زي باقي الأطفال، مش بيحلم أحلام وردية، ده بيحس إن عليه دور، إن الأسرة محتاجاه، إن لازم يكون قوي. وده مش علشان حد قاله كده بالظبط لكن علشان هو حس كده، شاف أبوه تعبان، شاف أمه مضغوطة، شاف الظروف صعبة، فقرر بشكل لا واعي إنه لازم يكون الحل، لازم يكون الكبير. ودي أول مأساة، إن الجدي فقد براءته قبل ما ياخد حقه فيها. خلينا نقف شوية عند نقطة مهمة، ليه الجدي بيبدو قوي دايما؟ الناس بتشوف الجدي قوي، صلب، ما بينهارش، ما بيشتكيش، بيتحمل، وبيقولوا عليه ده شخصية قوية، لكن الحقيقة مختلفة. القوة دي مش صفة طبيعية، دي آلية دفاع. الجدي اتعلم بدري إن الضعف مش مسموح، إن لو انهار محدش هيشيله، فقرر يبقى هو الجبل اللي الكل بيستند عليه. لكن جواه في طفل خايف، في إنسان محتاج يتحضن، محتاج حد يقوله أنا هنا، مش لازم تتحمل لوحدك. لكن محدش قال كده، فالجدي فضل ساكت ولبس قناع القوة. ومع الوقت القناع ده بقى جزء من وشه، بقى صعب يشيله حتى لو حب. في فرق كبير بين حاجتين، الفرق بين التحمل والكبت. الجدي بيتحمل فعلا، ده مش كلام فاضي، لكن التحمل عنده مش صحي. هو مش بيتحمل وبيعبر، لا، هو بيتحمل وبيسكت، بيكبت، بيدفن المشاعر في مكان عميق جواه ويقول لنفسه مش وقت الكلام ده دلوقتي. المشكلة إن الوقت ده مش بيجي أبدا. الجدي عمره ما بيلاقي الوقت المناسب علشان يحس، علشان يبكي، علشان يقول أنا تعبت. فالمشاعر دي بتتراكم سنة ورا سنة، موقف ورا موقف، لحد ما توصل للحظة الانفجار، أو الأسوأ، لحظة الانكسار الصامت اللي فيها الجدي مش بينفجر لكن بينطفي. خلينا نتكلم عن حاجة مهمة، ليه الجدي بيكره الضعف؟ مش علشان هو متكبر ولا علشان بيشوف نفسه أحسن من غيره، لا، الجدي بيكره الضعف علشان هو اتعلم إنه خطر، اتعلم إن لو أظهر ضعفه الناس ممكن تستغله أو تسيبه أو تشوفه أقل. ودي جروح قديمة، جروح من طفولة، من مواقف حس فيها إنه لما احتاج حد محدش كان موجود، فقرر يبقى هو القوي اللي ما يحتاجش حد. لكن الحقيقة إن الجدي محتاج زي أي إنسان، محتاج يحس بالأمان، محتاج يعرف إن في حد هيفضل جنبه حتى لو ضعف. لكن علشان يوصل للمرحلة دي لازم يكسر جدار الخوف القديم ده، ودي رحلة مش سهلة. خلينا ندخل في منطقة حساسة شوية، الجدي في الحب ليه بيتأخر لكن بيثبت؟ الجدي مش بيحب بسرعة، مش بيدي قلبه لأي حد، ده بياخد وقت، بيدرس، بيراقب، بيتأكد. وحتى لما بيحب بصمت في الأول. ليه؟ علشان الحب عند الجدي مسؤولية، مش مجرد مشاعر. هو لما بيحب بنية إنه يفضل، مش علشان يجرب ولا علشان يملي وقت. الجدي بيحب علشان يبني. لكن المشكلة إن الجدي بيخاف يظهر مشاعره حتى لما يحب، بيخاف يقول أنا محتاجك، بيخاف يبان ضعيف قدام الشخص اللي بيحبه، فبيحب بأفعال، بمسؤولية، بوجود. لكن الكلام صعب عليه، ودي واحدة من أكبر التحديات اللي بيواجهها الجدي في العلاقات، إنه يتعلم يقول اللي جواه، يتعلم إن الضعف قدام حد بنحبه مش عيب، ده إنسانية. في خوف عميق عند الجدي، الخوف الحقيقي للجدي. الناس بتفتكر إن الجدي خايف من الفشل، ده صح جزئياً، لكن الخوف الأعمق هو الخوف من إنه يبقى عبء، إنه يحتاج حد ويلاقيه مش موجود، إنه يضعف ويتساب. الجدي عايش في رعب داخلي من إنه يتحول للشخص اللي بيحتاج مساعدة. علشان كده بيشتغل بجد، بيخطط، بيحاول يأمن كل حاجة علشان يضمن إنه مش هيحتاج حد.
لكن الحياة مش بتمشي كده، في لحظات لازم نحتاج فيها بعض، لازم نضعف فيها. والجدي لما بيوصل للحظة دي بيحس إنه فشل، مع إن الحقيقة إنه بشر. خلينا نشوف الجدي تحت الضغط. الجدي تحت الضغط النفسي، لما الجدي بيتعرض لضغط نفسي كبير بيعمل حاجة غريبة، بيشتغل أكتر، بيزود المسؤوليات، بيحاول يسيطر على كل حاجة حواليه. ليه؟ علشان الشغل والإنجاز بيدوله إحساس بالسيطرة، بيحسسوه إنه لسه قوي، لكن جواه بينهار، بس بيصمت. الجدي ممكن يكون في أصعب حالاته النفسية وبرضه يروح الشغل، يبتسم، يساعد الناس، يحل مشاكلهم وهو نفسه غرقان. ودي مش قوة، دي محاولة هروب، محاولة لإخفاء الألم تحت طبقات من الإنجاز. سؤال مهم جدا، ليه الجدي مش بيطلب المساعدة؟ علشان هو شايف إن طلب المساعدة ده اعتراف بالضعف، وده أصعب اعتراف بالنسبة له. الجدي اتربى على فكرة إنه لازم يكون مكتفي ذاتياً، إنه الحل مش المشكلة، إنه الصخرة اللي الناس بتستند عليها. فلما يحتاج مساعدة بيحس إنه بيخون الدور ده، بيحس بالذنب، بيحس إنه بيثقل على الناس حتى لو الناس دي بتحبه ومستعدة تساعده. ودي دايرة مغلقة، علشان كل ما الجدي يفضل ساكت كل ما الألم بيزيد، وكل ما الألم يزيد كل ما يبقى أصعب عليه يتكلم، لحد ما يوصل لنقطة الانكسار. خلينا نتكلم عن اللحظة دي، لحظة الانكسار عند برج الجدي. الجدي ممكن يفضل سنين يتحمل، يصبر، يشيل، لكن في لحظة معينة الجبل بيتشقق، مش بصوت عالي، لا، الجدي لما بينكسر بصمت، بيبعد، بيقفل على نفسه أكتر، بيسحب طاقته من كل حاجة، بيبقى موجود جسدياً لكن غايب تماماً. ودي من أصعب اللحظات، علشان الجدي في اللحظة دي مش عارف يقول أنا مش قادر. هو بيفضل ساكت، بيحاول يصلح نفسه لوحده، وده بيخلي الناس حواليه في حيرة، مش فاهمين إيه اللي حصل. ليه الجدي بقى بعيد فجأة؟ ليه مش بيرد على الرسايل؟ ليه ما بقاش موجود زي زمان؟ والإجابة إنه وصل لحد أقصى من الصمت ومحتاج وقت يرجع لنفسه تاني. في موقف بيأذي الجدي جدا، لما الجدي يحس إنه مش مقدر. الجدي بيدي كتير، بيشتغل، بيتحمل، بيساعد، بيفضل موجود، لكن هو نادراً بيطلب حاجة في المقابل. علشان كده لما يحس إن مجهوده مش متشاف، إن وجوده مأخوذ كأمر مسلم بيه، إن محدش قدر اللي بيعمله، بيتأذي جداً، لكن برضه مش بيقول، بيسحب نفسه بهدوء، بيبعد، بيقلل عطائه، مش علشان ينتقم، لأ، علشان هو حس إن عطائه ملوش قيمة، فليه يفضل يدي؟ ودي نقطة مهمة. الجدي مش محتاج مديح مستمر، لكن محتاج يحس إن في اعتراف بسيط، كلمة، نظرة، حاجة تقوله أنا شايفك. لكن لما ده مش بيحصل الجدي بيقفل. خلينا نفهم ظاهرة مهمة، الانسحاب الصامت عند الجدي مش من النوع اللي بيعمل مشاكل، مش بيتخانق بصوت عالي، مش بيفضفض قدام الناس، لا، الجدي لما بيتأذي بينسحب، بيبقى موجود لكن مش موجود، بيرد لكن بجملة قصيرة، بيبتسم لكن الابتسامة مش حقيقية، وده بيخلي الناس تحس إن كل حاجة تمام، لكن جواه بيموت شوية شوية. والمشكلة إن الجدي بيفتكر إن ده حل، بيفتكر إن الابتعاد هيحميه، لكن الحقيقة إن ده بيزود العزلة، بيزود الألم، وبيخليه يحس إنه لوحده أكتر. في فرق كبير لازم نفهمه، الجدي الناضج والجدي المتحجر. الجدي الناضج هو اللي فهم إن القوة مش في الصمت المطلق، القوة في إنك تعرف إمتى تتكلم. الجدي الناضج بيتعلم يطلب المساعدة، بيتعلم يعبر عن مشاعره بدون ما يحس بالذنب، بيتعلم إن الضعف الإنساني مش عيب. لكن الجدي المتحجر ده اللي فضل يكبت لدرجة إنه بقى قاسي على نفسه وعلى الناس، بقى مش قادر يحس، مش قادر يتواصل، مش قادر يثق، بقى سجين القلعة اللي بناها حوالين نفسه. والفرق بين الاتنين الوعي، الرغبة في الشفاء، الشجاعة إنك تواجه الألم القديم. سؤال بيتكرر كتير، ليه الجدي بيتساء فهمه دايما؟ علشان الجدي مش بيشرح نفسه، مش بيقول اللي جواه. الناس بتشوف السطح، بتشوف الهدوء، الجدية، البعد، فبتفسرها غلط، بتقول ده بارد، ده مش حساس، ده ما بيهتمش. لكن الحقيقة مختلفة تماماً. الجدي حساس جداً لكن حساسيته مدفونة، هو بيهتم لكن اهتمامه صامت، هو بيحب لكن حبه بيتعبر في أفعال مش كلام. والناس للأسف بتحكم على الكلام، على الظاهر، فبيفوتهم عمق الجدي الحقيقي. في حاجة الجدي محتاجها جداً، أكتر حاجة يحتاجها الجدي ولا بيطلبها الجدي، محتاج يحس بالأمان، محتاج يعرف إن في حد هيفضل جنبه حتى لو ضعف، محتاج مساحة يبقى فيها نفسه بدون أقنعة، بدون أدوار، محتاج حد يقوله
أنا مش هسيبك، مش لازم تكون قوي قدامي، أنا هنا. لكن الجدي نادراً بيطلب ده، علشان هو مش متعود يطلب ومش واثق إن حد هيديله ده فعلاً، فبيفضل مستني، بيختبر، بيراقب لحد ما يتأكد، ولو ما تأكدش بيفضل لوحده ويقنع نفسه إنه كده أحسن. خلينا نتكلم عن الأمل. كيف يبدأ الجدي رحلة الشفاء النفسي؟ أول خطوة هي الاعتراف، إن الجدي يعترف لنفسه إنه مش لازم يكون قوي طول الوقت، إن الكبت ده أداة، إن القلعة اللي بناها بقت سجن. تاني خطوة هي إنه يتعلم يتكلم، ولو مع نفسه في الأول، يكتب، يعبر، يسمح لنفسه يحس بالمشاعر المدفونة. تالت خطوة هي إنه يلاقي شخص آمن، صديق، حبيب، معالج نفسي، حد يقدر يشاركه الرحلة دي، حد يفهمه بدون ما يحكم عليه. رابع خطوة هي الصبر، علشان الشفاء مش بيحصل بسرعة، ده رحلة طويلة فيها انتكاسات، فيها لحظات ضعف، لكن فيها أمل، فيها إمكانية إن الجدي يبقى نسخة أخف، أكثر سلام، أكثر حرية. في النهاية برج الجدي مش برج بارد ولا برج قاسي، ده برج إنسان قرر يحمي نفسه بالصمت، إنسان اتحمل أكتر من طاقته، إنسان خبى مشاعره لدرجة إنه نسي إنها موجودة. لكن تحت كل الصلابة دي في كلب حساس، في روح تعبانة، في إنسان محتاج يتشاف، يتسمع، يتفهم من غير ما يضطر يشرح نفسه. لو أنت من مواليد برج الجدي، عايزك تعرف حاجة، القوة الحقيقية مش في إنك تفضل صامد لوحدك، القوة الحقيقية في إنك تعترف إنك محتاج، في إنك تسمح لنفسك تضعف، في إنك تطلب المساعدة. ده مش هيخليك أقل، ده هيخليك إنسان. شاركنا في التعليقات، إيه أصعب حاجة بتواجهك كجدي؟ وإيه اللي نفسك الناس تفهمه عنك؟ هنا ستارو مصر، أسترو مصر، مكان بنحاول نفهم فيه الإنسان قبل البرج. نشوفكم في فيديو جاي.